خليل بن عطية إذا يجي الجهة اليمين ينتد وفعلا يلعب الكرة، وبالدقيقة 44 اللاعب محمد دعيش يضع الكرة في داخل شباكه بالخطأ. بالدقيقة 44 يضع البطاقة الأولى لصالح النادي الفيصلي من كرة جميلة ملعوبة من خليل بن عطية، ويكملها اللاعب محمد دعيش إلى داخل الشباك. شوف الكرة ملعوبة، شوف الكرة ملعوبة وخليل بن عطية ويكملها محمد دعيش إلى داخل الشباك. شوف خليل بن عطية برأسية ويكملها محمد دعيش إلى داخل الشباك بهدف التقدم الأول للنادي الفيصلي الأردني بالدقيقة 44 أو 44 من عمر المباراة. 1 الفيصلي.